المسلسل بيبدأ بطلاب قاعدين في قاعة المحاضرات، وبنشوف بطل حكايتنا النهاردة وهو قاعد وسطهم وبيلبس سلسلة وبيدعي إن درجاته تكون كويسة، ولكن فجأة السلسلة بيطلع منها نور غريب وبيدخل في عين تشين، وهو بيكون خايف جدا ومش فاهم إيه اللي بيحصل. وهنا بيدخل عليهم الدكتور وهو بيقول أنا هوزع عليكم الدرجات بتاعة الامتحان، والمركز الأول هتكون بنت جميلة جدا اسمها مينج، وتشين بيكون في المركز الأخير. وهنا الدكتور بيتعصب عليه جدا وبيطرده بره، ولكن صاحبه قام يدافع عنه وقال للدكتور احنا عارفين ان تشين طول عمره متفوق، ولكن مستواه نزل بسبب انه بيشتغل وبيساعد امه المريضه. وهنا الدكتور بيقول له انا هديك اخر فرصه، وبيديله ورقه امتحان تانية وبيقول له لازم تنجح في الامتحان ده والا هتترفد من المدرسه. وهنا صاحبه بيشد الورقه من ايد الدكتور بسرعه وبيشوفها وبيقول له حرام عليك ده امتحان صعب جدا، ولكن تشين بيوافق. وبنشوفه بيبص على الكتب اللي جنبه وفجاه بتخرج اشعه من عينه وكانه بيشوف الاجابات كلها من الكتاب وهو مقفول. وهنا الدكتور بيتعصب عليه وبيقول له حل بسرعه، وفعلا تشين بيبدا يكتب كل الاجابات اللي شافها، وبعدها بيقول للدكتور انا خلصت وبيديله الورقه. ولكن الدكتور بيخلي مينج اللي هي طلعت الاولى هي اللي تصحح الورقه، وكل اصحابه كانوا بيتريقوا عليه لحد ما وقفت مينج وقالت على فكره تشين جاب الدرجه النهائيه، وكلهم اتصدموا. واولهم الدكتور اللي اخد الورقه من مينج وهو مش مصدق نفسه وبيتعصب وبيرمي الورقه على الارض. وهنا بنشوف مينج وهي قايمه تدي الورقه لتشين، ولكن بالغلط تشين كان هيكسر الاسوره بتاعتها. وهنا صاحبتها سواره قامت بسرعه وقالت له انت كنت هتكسر الاسوره اللي انا جايبها لها ب70,000 يوان. وهنا تشين بيبص على الاسوره وبيعرف ان سعرها ما يعديش ال100 يوان بس. قال لها انت كدابه، دي سعرها ما يعديش ال100 والفاتوره على فكره في جيبك. وهنا بنشوف ان سواره وهي مندهشه جدا وبتسال نفسها هو ازاي عرف كده. وهنا بنعرف انها بتستغل مينج وبتنصب عليها لانها غنيه، وفي الاخر مينج بتعتذر له وبتمشي. وهما ماشيين بنشوف واحد صاحبهم في المدرسه بيرخم على مينج وعايز يصاحبها، ولكن مينج بتقول له انا مرتبطه بواحد تاني. وتشين بيكون ماشي وراها بالصدفه فبتمسك ايده بسرعه وبتقول له هو ده حبيبي وبتبوسه قدامه، والكل بيتفاجئ من اللي مينج بتعمله. وبنشوف الواد ده وسواره بيتخانقوا مع تشين، وهنا سواره بتقول له خلي بالك من كلامك، ده تشاو ابن واحده من اكبر العائلات هنا. وبعدها بتقول لمينج تشاو بيحبك قوي اديله على الاقل فرصه واحده. وصاحبه جان بيقول لها يبقى هو ده اللي اداك الفلوس وخلاكي تشتري لها اسوره ب 100 يوان. ونشوف جان بيتعصب جدا على سواره وبيقول لها انا مديكي 100,000 يوان وانت جايبه لها اسوره ب 150 يوان بس. وهنا مينج بتقول له ما تتعصبش، حتى لو ب 100,000 انا مش عايزاها، وبترمي الاسوره على الارض. وتشاو بيضرب سواره بالقلم. وهنا البروفيسور ما بيدخل وبيقول لتشين انت درجاتك وحشه، بس انا واثق ان انت هتقدر ترجع تذاكر تاني زي الاول. وبيقول لهم يلا ادخلوا القاعه عشان عندنا مريض هنشرح عليه. وهنا بنعرف انهم في كليه الطب البشري، وفعلا بيدخلوا الاوضه والدكتوره سونج بتعرف الدكتور ما على الحاله وبتقول له المريض انا مش عارفه هي تعبت من ايه. وابو البنت بيقول له ارجوك انقذ بنتي. وهنا جيان بيقول لتشين ده اغنى رجل في البلد كلها. وبدا الدكتور معاه يكشف على البنت وبيقول لابوها انا مش عارف هي تعبانه من ايه، الافضل تشوف دكتور تاني اشطر مني. وابو البنت بينهار وبيترجى انه يساعدها. وهنا تشين بيبص البنت ويفحصها بالاشعه بتاعته وبيقول انا اقدر اساعدها، والكل بيستغرب جدا من كلامه. وهنا صاحبه جيان بيقول له دي بنت اغنى راجل هنا، الافضل ما تقولش حاجه انت مش متاكد منها. والكل بيستغرب منه جدا، ولكن هنا الراجل بيقول له ايه المرض اللي عند بنتي؟ فتشين قال له عندها طفيليات بسيطه كده في دماغها، وكلهم ما كانوش مصدقينه. وتشاو قال له هي في غيبوبه والطفيليات مش بتعمل كده. وهنا مينج قالت لهم الطفيليات ممكن تعمل كده فعلا، وده حبيبي واكيد كلامه صح، بس بينها وبينه كده بتقول له انت متاكد فعلا من كلامك؟ قال لها انا متاكد جدا. وهنا الدكتوره سونج قالت انها تعمل اشعه على دماغها وتتاكد فعلا من وجود طفيليات او لا. وهنا تشاو بيقول لابو البنت هو عارف انك اغنى راجل في البلد فكان عايز يبهرك مش اكتر، وكان عايز يلاقي طريقه يقرب لك بيها. وهنا تشين قال لهم ان الطفل ده مش هيظهر في الاشعه لانه على شكل خيوط. وهنا ابو البنت سيد لين قال له حاول، حتى لو ما قدرتش برضه انا هكون متشكر ليك جدا. فبيقرب من البنت وبيطلب من الدكتوره سونج ابره فضه، وبيقرب الابره من دماغها وفعلا بيقدر يطلع الطفيل. وكلهم بيندهشوا جدا اول ما بيشوفوه. وفعلا البنت بتبدا تفوق وابوها مش بيكون مصدق نفسه وبيشكره جدا، وكمان اداله فيزا وبيقول له ده عليها 5 مليون يوان من غير كلمه سر. وتشين بيرفض لكن السيد لين بيصمم فبياخدها تشين. وهنا الدكتور ما بيقول تشين موهوب ولازم اضمه للبحث بتاعي. وهما ماشيين الدكتور شد منه الفيزا بسرعه وقال له الفلوس دي يعتبر تبرع للمدرسه. راح تشين قال له دي هديتي انا. قال له احنا اللي معلمينك والفلوس دي من حقنا، واداها لرئيس
رئيس القسم بتاع تشين وقال له تاني مرة انا هطردك. وهنا الدكتور ما بيدخل بسرعة وبيدافع عن تشين، وهنا صاحبه قال له هم كمان اخدوا الفلوس منه. وهنا الدكتور ما بيتصدم وبيقول لهم انتوا ازاي تعملوا كده؟ فرئيس القسم قال له لو معترض احنا ممكن نروح لمدير المدرسة. قال له ماشي يلا بينا على المدير. وبعد ما مشي الدكتورة سونج بتقول له ممكن نتعشى النهارده مع بعض. فمينج قالت لها هو هيتعشى معانا النهارده ومسكت في دراعه. فالدكتورة قالت له خلاص هات رقمك ونبقى نتكلم بعدين. وبرضه مينج بتكسفها وبتاخد تشين وتمشي. وهنا صاحبه جيان بيقول له الدكتورة سونج هو شكله مش فاضي دلوقتي، تيجي تتعشى معايا انا؟ والدكتورة سونج وافقت ومشيوا مع بعض. ولما بيطلع تشين مع مينج بره بيقول لها احنا رايحين فين؟ قالت له هناكل مع بعض. وهنا تشين عرف القوة اللي عنده انه بيقدر يشوف كل حاجة بالأشعة السينية. وهنا تشين بيسيب مينج بسرعة وبيقول لها انه مشغول وبيمشي. وهنا مينج بتقرر انها ترتبط بتشين بس بتعمل له اختبار الاول وبتكلم واحدة صاحبتها علشان كده. وبعدها بنشوف تشين داخل محل مراهنات وبيبص على الارقام وبيحللها، فبيختار الارقام الكسبانة وبيقعد يراهن عليهم وفعلا بيكسب 20,000 يوان والكل كان مندهش. وبنشوف تشين بعد كده بيجيله مكالمة على الموبايل وبيجري بسرعة. بنلاقي صاحب البيت بيطرد ام تشين بره البيت اللي مأجرينه منه وبيرمي لها الحاجات بتاعتها على الارض، ولما بتتحايل عليه بيضربها وبتقع على الارض. وتشاو بيرمي لتشين فلوس في وشه وبيقول له دي فلوس الايجار اللي انت مش هتقدر تدفعها. وبيقول له انا اديت صاحب البيت 10,000 يوان عشان يطردكوا بره البيت ودي اقل حاجه انا اقدر اعملها لو قربت من مينج تاني. وهنا تشين بيتعصب جدا وكان هيضربه ولكن امه بتمنعه وبتقول له دول اغنياء وممكن يأذونا اكتر من كده وبتطلعه بره البيت. وبتروح توطي على رجل تشاو وتتاسف له انه ما يأذيش ابنها ولكن تشاو بيضربها برجله. وهنا بنشوف رجاله تشاو بيطلعوا يجروا على تشين ولكن تشين بيتحرك اسرع منهم كلهم وبيضربهم ويروح على تشاو بسرعه وبيفضل يضرب فيه. وبعدها بنشوف تشين وهو رايح مع امه بيت جديد وامه بتقول له البيت ده اكيد غالي. قال لها ما تقلقيش انا هتصرف وهنجيب فيلا بعد كده. وبعدها تشين بيروح لتاجر تحف وبيعرض عليه حجر وصاحب المحل بينبهر بيه جدا. وهنا صاحب المحل بيقول له انا هشتري منك ب1,000,000 يوان. وتشين اتصدم من الرقم وبسرعه وافق وحول له الفلوس على حسابه. وبعدها بيدخل شخص تاني بيعرض على بيع التحف فازة اثريه وصاحب المحل بتعجبه جدا ولكن تشين قال له دي مزيفه. والراجل اتخانق معاه وقال له انا هثبت لك وقام مسك الفازه ورماها على الارض وكلهم اتصدموا من اللي عمله تشين. والراجل صاحب الفازه مسك في تشين بسرعه وقال له بلغ البوليس بسرعه. وفعلا صاحب المحل كان هيبلغ البوليس ولكن تشين قال له استنى بص كده واداله قطعه من الفاز مكتوب عليها تاريخ انتاج جديد. وصاحب المحل بيشكره جدا بعدها ان لولا كان خسر فلوس كتير قوي وبياخد رقمه وبيقول له انا لو احتجت اي حاجه تاني هكلمك. وبعدها بنشوف تشين وهو ماشي في الشارع مبسوط بعد ما جاب موبايل جديد وبيقرر ان هو هيروح سوق التحف ويكرر نفس اللي عمله قبل كده. ولكن بيكون في بنت جميله جدا ماشيه في الشارع وبتخبط فيه والبنت بتقع على الارض. فتشين بيتاسف لها ولكن البنت مش بتقدر تقوم من على الارض فبيقول لها هعمل لك كمالات ترجع على رجلك في فندق هنا قريب جنبينا احجز اوضه فيه عشان انا مش هفضل قاعده في الشارع كده. وفعلا بيطلعوا الاوضه وتشين بيكون مشدود جدا لجمالها فبيقعد جنبها على السرير والبنت بتقرب له وبتلمس وشه وبتقول له صدري وجعني قوي تقدر تدلكهولي. ولكن تشين بيسيبها بسرعه وبيخرج وهي قاعده على السرير مش مصدقه نفسها وبتجيلها مكالمه. وهنا بنعرف انها متفقه مع مينج وهو ده الاختبار اللي كان هيعملوه لتشين. وهو نازل من الاسانسير بيشوف صاحبه جيان نازل مع بنت تانية وبيهزروا مع بعض وبتقع منهم فازه كانت مركونه جنب باب الاسانسير. فصاحب الفندق كان عايز يبتزهم ولكن تشين بيبص عليها وبيعرف سعرها كويس وما سمحش للمدير ان هو يستغلهم ويدفع له الفلوس. وهم طالعين صاحبه بيقول له قول لي الحقيقه انت عرفت ازاي الحاجات دي كلها وازاي عرفت ان الفازه دي مش اثريه ومش غاليه؟ هو انت عندك قوه خارقه ولا ايه؟ قال له لا دي مجرد صدف. وهو ماشي في الشارع بنشوف بنت بتخبطه بالعربيه وبنتفاجئ انها هي البنت اللي كانت تعبانه في المستشفى وبتصمم تاخده معاها وبتروح بسرعه على المصنع. فالمهندس بيقول لها ان الاله دي مش راضيه تشتغل ولازم نصلحها يا اما هتحصل خسائر كبيره قوي للشركه. فمهندس الصيانه جه قال لها انا مستعد اصلحها بس تقضي معايا ليله في الفيلا بتاعتي. فالانسه لين قالت له طيب لو جبت حد يصلحها. فالمهندس قال لها لو في حد قدر يصلحها انا هديله 10 مليون. فتشين قال لها انا هجرب وفعلا بيصلحها وبياخد من المهندس 10 مليون على حسابه. وهنا المهندس بيقول له انا مش هنساك. وبعدها بنشوف الانسه لين بتشكره وبتقول له انت شغال ايه؟ قال لها انا طالب في كليه الطب. قالت له تعرف حد اسمه تشين؟ قال لها اه اعرفه ماله؟ قالت له انا عايز اقابله عشان اشكره
ان هو ده اللي انقذ حياتي من الموت. قال لها يا انسه لين انا تشين. وهنا البنت فرحت جدا وقالت له تعالى معايا انا عامله لك مفاجاه. وبنشوف لين وهي واخداه مكتب ابوها في الشركه، وبعد كده بتفاجئوا ان هي كتبت له 5% من شركتهم. وهنا تشين بيتصدم وبيقع على الارض من كتر الصدمه ومش بيكون مصدق نفسه انه كده بتالت اكبر مساهم في الشركه. وبعد كده بنشوف تشين وهو خارج من الشركه وفرحان جدا والعقد في ايده لانه بقى ملياردير في يوم واحد بس. وبيقول هانت خلاص وانتقم من عيله تشاو. وبتجيله مكالمه على الموبايل من حبيبه صاحبه بتقول له الحقني صاحبك اتخطف. فبياخد عربيه بسرعه وبيروح لها، فبتقول له ان في حد كلمها وقال لها ان صاحبه جيان مديون ليه بمليون يوان وهو مش هيسيبه الا لما ياخد الفلوس. وبنشوف صاحبه جيان وهو متكتف في ممر مجهور وتشاو هو اللي مكتفه. فجيان بيقول له انت ليه كلمت صاحبتي وهي غريبه وما تعرفش حد هنا ومش هتعرف تتصرف في الفلوس؟ قال له لا هي تعرف تشين وانا عايزه يجي لي لحد هنا. وهنا جيان بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت ناوي تعمل ايه في تشين؟ فهنا تشاو بيقول له انا هدمره. وتشان بيوصل بسرعه ورجاله تشاو بيحاوطوه عشان يضربوه. وتشاو بيقول له انا هاخد حقي منك دلوقتي. قال له انت كل اللي عايزه الفلوس، هات موبايلك وانا هحولهم لك. وتشاو بيتريق عليه وبيقول له انت بتنام في الشارع ومش معاك حتى 1000 يوان، ازاي هتدفع الفلوس دي كلها؟ ولكن مفيش مشكله. وفعلا تشان بيطلع الموبايل بتاعه وبيحول المبلغ كامل على حسابه. وهنا تشاو اتصدم وما كانش مصدق نفسه. فتشان بيقول له تمام انا اقدر كده اخد جيان وامشي. وفعلا بياخد صاحبه وبيمشي، ولكن تشاو بيوقفه بسرعه ولسه رجالته هيضربوا تشين بس البوليس بيدخل بسرعه وبيقبضوا على تشاو ورجالته. وتشاو هنا قال له انا مش هسيبك ومش هعدي اللي حصل ده عادي كده. تشان رد عليه وقال له ما تقلقش انا اللي مش هسيبك واوعدك هخليك تفلس انت وعيلتك. وبعدها بنشوف ابو تشاو في مكتبه وحد بيكلمه على الموبايل وبيقول له اللي حصل. فالراجل اتعصب جدا وكلم المحامي بتاعه يتصرف بسرعه ويعمل شهاده نفسيه لتشاو عشان ما يتحبسش. وبعدها بنشوف تشين وهو ماشي مع جيان وصاحبته وبتجيله مكالمه من مينج على موبايله وبتقول له ابويا عايز يقابلك. وبتجيله مينج بالعربيه وبتقول له اركب يلا خلينا نروح. ولما بيروح عندها البيت ابوها بيقول له انت عايز تقرب لبنتي ليه؟ هل طمعان في فلوسها؟ وهنا تشان بيتعصب جدا وبيقول له انا ما كنتش عايز اجي اصلا، هي اللي جايباني هنا. ولسه هيمشي بس بيدخل تشاو وابوه عليهم البيت. وابو تشاو بيقول له انت اللي عملت كل المشاكل دي لابني، اتفضل اركع تحت رجله وتاسف له. وهنا مينج بتدافع عنه بس ابوها بيزعق فيها وبيقول لها اسكتي انت خالص. ولكن تشين بيرفض يعتذر له وبيقول له انتوا فاكرين نفسكم تستحقوا الاعتذار ده؟ وقال لابو مينج انت صفتك ايه اصلا عشان تامرني ان انا اعتذر له او لا؟ وهنا ابو مينج بيتعصب جدا وبيقول له انت عارف انت بتكلم مين يا ولد انت؟ فتشان قال له انا هخلي شركه لين تنهي تعاقدها معاكم. وكلهم كانوا بيتريقوا عليه. وهنا تشين بيطلع موبايله وبيكلم لين بيقول لها انا شايف ان العيلتين دول غير مؤهلين للشغل معانا. فلين بتقول له ماشي تمام هنلغي التعاقد معاهم. وهنا الانسه لين بتتصل بابو تشاو فبيقلق جدا وبيقول الولد ده باين عليه كده كلامه صح. وبيرد عليها فبتقول له باين حصل سوء تفاهم بينك وبين رئيس تشين فعشان كده احنا لغينا التعاقد معاكم. وهنا ابو مينجي بيعتذر له بسرعه عن كلامه. وهنا تشين بيقول لهم هل ما زلتم فعلا عايزين ننحني واعتذر؟ وابو تشاو بيقول لابنه بسرعه انت انحني قدامه وانت اعتذر له. وبيضربه جامد فبينزل تشاو على ركبته وابوه بيعتذر له وبيقول له انا اسف ما كنتش اعرفك. وهنا تشان بيقول له عايزني اسامحك فعلا تخلي تشاو يروح السجن عشان يتعاقب نتيجه لافعاله. ولكن ابو تشاو بياخد ابنه وبيمشي. وبعد كده بنشوف تشين وهو ماشي في الشارع ومعاه قطعه انتيكه صغيره فبيفتحها وبيتفاجئ ان طلع منها كره بيضاء وبتدخل في دماغ تشين. وبعد كده تشين بيبص على الناس في الشارع وبيلاقي انه قادر يسمع افكارهم بكل وضوح. وبعدها بنشوف تشين وجيان وسوارا هما رايحين يتغدوا مع بعض ولكن كان في عربيه كبيره هتخبطهم. وهنا سوارا بتفكر وتقول معقول تشاو كان مرتب الميعاد ده عشان عايز يموتنا؟ وتشين بيسمعها وبيقول لها انت بتقولي ايه؟ البنت اتوترت جدا وبتقول له انا ما قلتش حاجه معلش انا لازم امشي دلوقتي. وهنا تشين بيفهم ان تشاو هو اللي كان مرتب لحادثه العربيه دي عشان يخلص منهم وان سوارا مشيت بسرعه لانها خايفه على حياتها. وهنا بيشوف واحد في الشارع متعصب جدا لانه خسر في البورصه. وهنا بتيجي فكره لتشين انه هيلعب مع تشاو وعيلته على الاسهم لحد ما يفلسهم خالص. وبعدها بنشوف تشاو وابوه في المكتب وابوه بيجيله مكالمه ان السواق فشل في القضاء عليهم. وهنا بتدخل سوارا عليهم المكتب بسرعه وبتسال تشاو هو انت اللي كنت مرتب للحادثه دي؟ وهنا تشاو بيتعصب عليها جدا ولكن ابوه بيديها فلوس عشان تسكت. وفعلا بتاخد الفيزا من تشاو وبتمشي.
ويمشي. وبعدها بنشوف تشين وهو قاعد مع صاحبه في البيت قدام اللابتوب، وجيان مبهور جدا بعد ما سهم التكنولوجيا ارتفع بنسبة 36 ضعف، وده اللي تشين كان متوقعه وحاطط فيه فلوس كتير. وبيسأله انت ازاي عرفت حاجة زي دي؟ قال له عادي مجرد حظ. قال له ماشي حتى لو حظ، جبت منين كل الفلوس دي؟ قال له انا مشارك في شركة لين ومعايا فلوس كتير. قال له طب اثبت لي. وهنا تشين طلع موبايله وحول له 5 مليون يوان على حسابه، وجيان بيتصدم من المبلغ. بس تشين بيقول له الفلوس دي عشان تدخل بيها البورصة وسوق الاسهم، ويا ريت لو تخلي اسهم شركة عائلة تشاو تنهار. وبعدها بنشوف تشاو وابوه هما قاعدين في المكتب، والموظف بيدخل عليهم بسرعة بيقول لهم اسهم الشركة انخفضت بنسبة 5% في اول ساعة بس. وتشاو بيتعصب جدا وبيقول للموظف روح بسرعة اعرف ايه سبب الهبوط ده. وبنشوف ابو تشاو وهو قاعد على المكتب وعمال يفكر ازاي يحل المشكلة دي. وفجأة تشين وصاحبه بيدخلوا عليهم المكتب، وتشاو بيتعصب جدا عليه وبيطرده بره. ولكن جان بيقول له ان تشين اشترى اسهم الشركه كلها النهارده، وبالتالي الشركه كلها اصبحت ملكه. وبيحط الورق قدامهم على المكتب، والراجل بينصدم وبيقوم بسرعه يتاكد من الورق، وبيكون متعصب جدا وبيقول له انت جبت الفلوس دي كلها ازاي؟ فجان قال له هو عبقري في تداول الاسهم وكسب اغلب ثروته منها، وفي خلال 10 ايام بس قدر يكسب 6 مليار يوان. وتشين بيقول لهم دلوقتي انتوا فهمتوا كل حاجه، دلوقتي اطلعوا بره شركتي. وهنا تشاو بيتعصب جدا وبيسحب عصايه عليه وبيكون عايز يضرب بيها تشين، ولكن ابوه بيمنعه، وتشين وصاحبه بيضحكوا عليهم. وهنا ابوه بيقول له سامحنا وبلاش تاخد مننا كل حاجه بالشكل ده. قال له انا مش هسامحك ابدا على كل اللي عملته معايا، ويا ريت تطلعوا بره انتوا الاثنين دلوقتي. وتشاو بيرمي العصايه على الارض وفعلا بيطلعوا بره، وبنشوفهم مبسوطين هو وجيان بعد ما اخدوا الشركه. ولكن بتيجي لتشين مكالمه من المستشفى بتقول له ان امك محجوزه عندنا وحالتها خطيره جدا ولازم تيجي بسرعه. وبعدها بنشوف البنت الجميله اللي كانت معاه في الفندق موجوده في المستشفى، وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ قال لها اتصلوا بيا قالوا لي ان امك تعبانه هنا والناس جابوها على المستشفى. قالت له انا اللي جبتها بس ما كنتش اعرف انها امك بصراحه. وهنا الدكتوره بتطلع من الاوضه بسرعه وبتقول له امك محتاجه تركب دعامه في القلب بسرعه. وهنا تشين بيبص على امه من بره وبيقول لها العمليه دي خطر جدا على حياتها ولازم العمليه تقف بسرعه. ولكن الدكتوره بترفض وبيحاول يدخل اوضه العمليات والدكتوره بتمنعه، ولكن تشين بيبعدها وبيدخل بالقوه. وهنا بيقول له الدكتور وقف العمليه هي كده هتموت. والدكتور بيقول له انت ازاي دخلت هنا؟ اتفضل اطلع بره، ولو وقفت العمليه تاني انا هسجنك. وهنا تشين بيزعق وبيقول انا عايز اغير الدكتور، والدكتور بينادي الامن عشان يطلعه بره. ولكن الدكتوره سونج بتيجي بسرعه وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فتشين بيقول لها العمليه دي خطر جدا على حياه امي. فقالت له خليني اشوف بنفسي كده، وفعلا بتقول له الدكتور خليني انا اللي اعمل العمليه. وهنا الدكتور بيندهش جدا وبيقول لها ليه؟ قالت له لانها فعلا مش محتاجه دعامه، انت كنت غلطان. وتشين بيشكرها جدا وبيسيبها ويطلع، وبيشكر البنت اللي جابت أمه المستشفى وبيمسك ايديها ويقول لها أنا موافق إننا نرتبط ببعض. وهنا بتطلع الدكتورة سونج من أوضة العمليات وبتقول له إن الحالة بقت كويسة جدا وممكن تروح معاكم بعد شوية. وبعدها بنشوفه مع أمه في البيت ويونا واقفة جنبه وأمه بتبدأ تفوق. وهنا أمه بتشوف يونا واقفة جنبه فبتقول لها ممكن تجيبي لي مية أشرب؟ وبتقول لابنها البنت دي مش كويسة. فبيقول لها ليه كده؟ قالت له إحنا فقراء وهي جميلة أكيد هتحب واحد تاني غني وتسيبك. قال لها لا ما تقلقيش. ويونا بتدخل تديها الميه، بس تشين بيجيله مكالمه من الدكتور ما بيقول له عايزك تساعدني في الكشف على حاله عندي. وفعلا تشين بيروح المستشفى وبيلاقي ان المريض ده هو ابو مهندس الصيانه بتاعت شركه نين. واول ما تشين قال لهم انا جاي اشخص الحاله كلهم اتعصبوا عليه جدا وطردوه بره. ولكن تشين بيبص عليه بعينه وبيقول لهم طب انا هقول لكم نصيحه، بلاش يشرب اي ميه خالص عشان حالته الصحيه ما تتدهورش اكتر من كده. ولكن المريض كان عطشان جدا فمهندس الصيانه اداله ميه، وبنشوفه بعدها على طول بيتخانق والدكاترة مش بيكونوا عارفين يعملوا ايه وبيكونوا مندهشين جدا. وهنا المهندس بيتعصب جدا وبيضرب الدكتور وبيقول له اتصل بالدكتور ما بسرعة. واول ما كلمه الدكتور ما قال له مش انت اللي طردت تشين؟ هو قدراته اعلى من قدراتي انا بكتير، اعمل اللي انت شايفه صح، انا كده مش هاجي. وبعدها ابو المهندس قلبه بيقف، فالمهندس بيسأل وبيقول هو تشين فين؟ انا هروح اترجاه وهجيبه من البيت بنفسي. وفعلا بيروح له البيت وبيتحايل عليه عشان يجي ينقذ ابوه. وهنا المهندس بيقول لتشين انا هديك 100 مليون يوان، وامه بتتصدم جدا من الرقم. ولكن تشين قال له انت شايفني محتاج فلوس؟ راح المهندس نزل على ركبته وقعد يتوسل ليه ان هو ينقذ ابوه. وتشين في الاخر بيوافق ويروح معاه المستشفى. واول ما بيوصلوا الدكاتره بيقولوا له ابوك اتوفى، ولكن تشين بيبص عليه وقال لهم لا لسه، وكلهم اندهشوا ومش بيصدقوه. بس تشين بيقرب منه وبيحط ايده على صدره وبيدوس عليه جامد، فالراجل فعلا بيفوق وكلهم بيتصدموا. وابنه مش بيكون مصدق نفسه، بيقول لتشين انت ازاي عملت كده؟ قال له كل الموضوع ان هو
عنده حساسية بس من المية، وكان بيضحك وبيقول له الأفضل بلاش يشرب مية خالص الفترة دي عشان يبقى كويس. والمهندس بيشكره جدا وبيقول له لو احتجت أي حاجة بعد كده أنا تحت أمرك. وبعدها بتجيله الدكتورة سونجو وبتقول له أنت ممنوع من دخول المستشفى. وهنا بنشوف تاجر التحف بيرن عليه وبيقول له تعالى لي بسرعة، وأتاري صاحب محل التحف جايب له عروسة وهي بنت أخوه. وتشين بيوصل المحل وبيوري له البنت، بس طلعوا يعرفوا بعض والاتنين بيندهشوا جدا من كلامه بعد ما قال لهم إن هو عايز يجوزهم لبعض. وبعدها تشين بيروح البيت لأمه وبيسلم عليها، فقالت له خلي بالك من يوانا، دي بنت غلبانة وبتحبك. قال لها حاضر، وبيقول لها فاكرة لما وعدتك هشتري لك فيلا؟ أنا دلوقتي وفيت بوعدي. وبياخدها ويروحوا شركة عقارات، لكن موظفة المبيعات بتتريق عليهم وبتعاملهم وحش. وأم تشين من غير ما تقصد وقعت نموذج الفيلا على الأرض واتكسر منها. فالموظفة بتقول لها أنت لازم تدفعي تمن النموذج ده بسرعة. وفعلا تشين بيقول لها خلاص، بيطلع موبايله وبيدفع لها تمن النموذج. وبعد ما بيدفع لها الفلوس بيقول لها اعتذر لأمي. قالت له انتوا ناس حسالة، انا اعتذر لكم ازاي؟ فتشين اتعصب جدا وضربها بالقلم قدام الناس. والمدير بيجي بتاع الشركة بسرعة وبيعتذر لتشين وامه عن اللي حصل، ولكن بيقول له ان التصميم ده ثمنه 100,000 يوان، انت دفعت منهم 30 ولازم تكمل باقي المبلغ، وده كله عشان صاحب الشركة ما يعرفش اللي حصل. فتشين بيقول له ومين صاحب الشركة؟ قال له عائلة تشين اللي اشترت الشركة من عائلة تشاو. وهنا تشين بيقول له طيب انت عارف انا مين؟ فالموظفة قالت له انت مين يعني؟ قال لها انا اسمي تشين. وهنا الموظفة بتتريق عليه وبتقول له برافو، انت عندك نفس الاسم بتاع مدير الشركة. جه على الصدف الجميلة دي. والمدير بيقول له الخدعة دي مش هتنفع معانا، ويا ريت تدفع الفلوس بسرعة والا هنبلغ عنك. وهنا بيدخل صاحبه جيان وكلهم بيسلموا عليه وبيحترموه جدا عشان هو المدير العام للشركة. والمدير بيقول له هم دول كسروا النموذج بتاع الفيلا وانا مش هسيبهم الا لما يدفعوا باقي فلوسه. وهنا جيان بيسلم على تشين باحترام وبيقول له اتفضل سيادة المدير، خد معاهم القرار اللي يناسبك. وكلهم بينصدموا جدا من الموقف، ازاي ده يكون مدير الشركة؟ وهنا المدير بيبص للموظفة بيقول لها انت مطرودة على اسلوبك الوحش ده معاهم. وهنا تشين بيبص للمدير وبيقول له يعني انت عشان احنا كنا لابسين لبس بسيط بتتهمني وبتجيب المسؤولية على البنت الغلبانة دي وحدها؟ انت كمان غلطان. وهنا تشين بيعلن قدام الكل ان الموظفة والمدير الاتنين مطرودين من الشركة. وهنا جيان بينده على الامن بيطلعوهم بره بسرعة. وبعدها بنشوف الدكتورة سونج وصاحبتها لين مربوطين في سرير ابن عم مانج في الأوضة، ولين بتهدده لو ما سابهمش هيأذيه، ولكن هو بيضحك وبيقول لها انا مش خايف منك ولا من ابوكي. وبنشوفه بيحط مادة مخدرة في كوباية المية وبيشربها لين بالعافية وهو بيضحك. ولين شتمته وبتتعصب عليه بس برضه هو مش مهتم. وبعدها لين بتفقد الوعي بالتدريج وهو بيقول لها انا هصورك وابعت الصور دي لابوكي. وبعدها بيدخل اوضه رئيسه وانج وسونج بتكون عارفاه وبتقول له انا عارفاك وعارفه انت مين، وبتتعصب عليه جدا وبتقول له انت ازاي تعمل فينا كده. وهنا بيقرب عليهم وهو بيقلع هدومه وبيقرب من لين، ولكن سونا بتطلع تجري على الشباك بسرعه وبتنادي على اي حد انه يساعدهم. وبالصدفه تشين وجيان بيكونوا ماشيين تحت وبيشوفوها، وتشين بيطلع يجري بسرعه وبيحاول يفتح الباب بس الباب بيكون مقفول، فبيحاول يطلع على الحيطه. وهنا رئيس وانج قال لابن عم مينج هاتهم بسرعه وتعالى ورايا. وتشين فعلا بيقدر يطلع ويدخل لهم البيت، ورجاله وانج بيهجموا عليه بسرعه بس تشين بيضربهم كلهم وبيطلع يجري وراهم. فرماله لين واخد سونج وجريوا بسرعه ولسه هيجري وراهم بس لين بتوقفه على الحيطه وبتبوسه. وهنا هي بتكون مش في وعيها وبتدخله جوه الاوضه وبيناموا مع بعض. ولما لين بتفوق بتلاقي نفسها من غير هدوم في السرير مع تشين وبتضربه بالقلم، بس هو بيقول لها ده مش غلطي انا. ولين بتقول له انا ما كنتش في وعي واياك تقول اللي حصل ده لاي حد مهما كان. وبتلبس هدومها وبيخرجوا بسرعه، ولكن بيلاقوا صاحبه وامه بره الباب وبيداروا على اللي حصل لحد ما لين بتمشي بس مش بتقدر تتحرك، مرهقه طبعا. فبتقول له شيلني على ظهرك، بس بيشيلها من رجلها وظهرها وبيمشي وهي بتكون مبسوطه. وبعدها بنشوف رئيس وانج في بيته وهو رابط سونج جنبه وبيسكر لحد ما ابن عم مينج بيقول له انت لازم تنام عشان المزاد بكره. وتاني يوم بنشوف تشين في المزاد مع مينج وبتقول له انا في حاجه عايزه اقول لك عليها. قال لها في ايه؟ قالت له مشكله في شركتي. فقال لها تمام ماشي، هنتكلم عادي في الموضوع ده بس بعد المزاد. وفجاه بتدخل سونج المزاد بسرعه واكن في حد بيزقها من بره الباب، وابن عم مينج بيدخل وراها وبيقول الافضل كل اللي قاعدين يكتبوا لي اصول شركاتهم كلها. وكل العائلات الموجوده بيتعصبوا عليه لحد ما شد هدوم سونج وكان ملبسها حزام ناسف، والكل بيتصدم وبيطلعوا يجروا بسرعه من القاعه. وهنا بيرفع الريموت وبيقول لهم انا هموتكم كلكم لو ما نفذتوش اللي انا عايزه، لحد ما ابو لين بيتقدم وبيمضي على التنازل. وهنا تشين بيقول له انا كمان ليا حصه في الشركه بتاعت لين وهاجي اوقع التنازل بتاعي. وتشين بيقرب منه وبيقول له على فكره الريموت ده مزيف. فابن عمها قال له مستحيل. قال له طب دوس عليه كده وجرب. فابن عم مينج طبعا خاف يدوس، ولكن تشين بيقرب منه وبياخد الريموت من ايده وبيدوس هو على الزرار، وفعلا بيطلع ان الريموت مزيف ومفيش اي حاجه بتحصل. وبيقرب من سونج بسرعه وبيقطع سلك القنبله وبيطلع يجري بسرعه وفعلا بيمسكه.
وبعدها بنشوف تشين وصاحبه جيان بيلعبوا مع بعض، وجيان بيقول له انت ليه ما تتجوزش الاربع بنات مع بعض مره واحده، وبيبص وراه يلاقيهم فعلا هما الاربعه جايين عليه، ولين بتقول له احنا اتفقنا على كل حاجه، ولكن سونج بتضحك وبتقول له احنا قررنا ان محدش فينا هيتجوزك وهنفضل احنا الاربعه اصحابه بس. وتشان بيحاول يجري منهم ولكن بيمسكوه، وبعد كده يخلص مسلسلنا النهارده ونتقابل على خير في ملخصات تانية. سلام.